أهلا بكم مشاهدينا في أخبار الرياضة. إذا البداية بكأس إفريقيا للاعبين المحليين شان الجزائر الذي ينطلق في 13 جانفي الداخل. البداية بتدريبات المنتخبات الإفريقية للحدث الإفريقي شان الجزائر، حيث شرع منتخب الكوديفوار في تدريباته تحسبا لهذه التظاهرة الإفريقية التي تحتضنها الجزائر. منتخب الكوديفوار يجري تربصا داخل القواعد بالعاصمة موسكورو، بعدها سيطير إلى تونس لإقامة تربص إعدادي قبل القدوم إلى الجزائر. التحضيرات شهدت حضور 25 لاعبا استدعاهم المدرب حيدرا صواليح. منتخب الفيلة المحلي متواجد في المجموعة الثانية، سيلعب أمام منتخب السنغال في أول مباراة له يوم 14 جانفي المقبل بملعب عنابة. هذا وسبق لمنتخب الإيفواري تنظيم نسخة 2009 للشان حينها ودع المنافسة في الدور الأول، بينما كانت طبعة رواندا 2016 الأفضل له بعد بلوغه نصف النهائي وحصوله على المرتبة الرابعة. نفس الشيء بالنسبة لمنتخب مدغشقر الذي يحضر جيدا لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان الجزائر، حيث سيشارك في هذه الطبعة لأول مرة في تاريخه. فاتحاد كرة القدم الملغاشي استدعى 26 لاعبا ليستعدوا للحدث القاري. منتخب مدغشقر يتواجد في المجموعة الثالثة وسيلعب أولى مبارياته أمام المنتخب الغاني يوم 15 من شهر جانفي الداخل بملعب قسنطينة. هذا ويواصل منتخب النيجر استعداداته أيضا للبطولة الإفريقية للمحليين، حيث يعمل الطاقم الفني النيجيري للوقوف على أبرز النقاط لتصحيح ما يمكن تصحيحه من الأخطاء، خاصة بعد انهزامهم في المباراة الودية أمام المنتخب الوطني المحلي بهدف نظيف في مباراة ودية تحضيرية بتونس. هذا وسيواجه المنتخب النيجيري منتخب الكونغو في المباراة الأولى له بملعب وهران يوم 20 من شهر جانفي المقبل. المنتخب الأوغندي هو الآخر يحضر للحدث الإفريقي شان الجزائر، خاصة بعد تهديد عناصر المنتخب بعدم المشاركة بسبب عدم توفير الإمكانيات المادية. لكن الحكومة الأوغندية تكفلت بالمنتخب وقدمت المستحقات اللازمة للاتحادية الأوغندية لمساعدة المنتخب على المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر. وعبر رئيس الاتحادية الأوغندية لكرة القدم عن سعادته بتلقي الدعم المالي في الوقت المناسب للتحضير الجيد لهذه البطولة الإفريقية. ومن أجل إنجاح بطولة الشان بشكل مميز تعمل مختلف الهيئات المعنية على ضبط كل التفاصيل قبل الموعد الرسمي، وهما كان محل نقاش الزميل أمين. قبل ذلك مشاهدينا نتابع تصريحات بعض لاعبين السابقين في حول احتضان الجزائر للشان مع الزميل بالقدوري. احتضان الجزائر للشان ان شاء الله باذن الله هو فرصه جميله جدا للجمهور الجزائري حتى يقف وقفه الرجل الواحد ليظهر لجميع دول العالم اننا موجودين وان الجزائر بلد كره القدم. نرحبوا بضيوفنا الكرام في بلدنا العزيز، وان شاء الله نشرفوهم ونشرفوا ضيوف ونشرفوا ثاني بلدنا ان شاء الله. الحقيقه هذه بروفا ان شاء الله لنثبت من خلالها أننا مستعدون جدا لاحتضان كأس أفريقيا
سنة 2025. لابد أن نبرهن للكاف وللعالم أن الجزائر باستطاعتها أن تحتضن هذا الحدث الإفريقي أو أي أحداث أخرى إقليمية وجهوية وعربية وعالمية. مرحبا بالوفود اللي حيشاركوا في هذه المسابقة، وان شاء الله نتمنوا للمنتخب المحلي تاعنا التوفيق، وان شاء الله يلحق الادوار النهائيه. وقال ان شاء الله نشكروا على هذه اللقطه، وماذا بينا ان شاء الله ثاني يدير كيما دار في الماضي، باسكو ما عندناش غير دوليين، عندنا محليين ثاني ما شاء الله، عندنا خيرات ربي. اتندينا في بلاد لافونتاج ديالها، في بلاد ان شاء الله يديوها، وماذا بينا ان شاء الله دائما نكونوا كيما الأ كيما البي، ان شاء الله يكونوا نيفو واحد، ماذا بينا نديوها صافي بليزير. التصريحات رصدتها لنا الزميلة لبنى بورويس. ومن بين المرافق التي ستحتضن الشان ملعب 19 ماي بعنابة الذي بات جاهزا في حلته الجديدة بعد خضوعه لعملية ترميم واسعة مست كل الجوانب. سفيان مهني. أحد الملاعب التاريخية التي أعيد ترميمها كليا أضحى جاهزا لاحتضان مباريات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين. عملية إعادة التهيئة الكبيرة شملت مختلف مرافق ملعب 19 ماي بما فيها الأرضية التي استعمل في إعادتها تكنولوجيا حديثة، إذ مزج القائمون عليها بين العشب الطبيعي والهجين لتكون في أجمل صورة. ولضمان راحة المشجعين ووضعهم في ظروف لائقة تم تنصيب كراسي جديدة في المدرجات إلى جانب المنصة الشرفية التي اكتست حلة تليق بضيوف الجزائر. كما ركبت الأضواء الكاشفة باستخدام أعمدة جديدة مستوردة، إضافة إلى المركز الإعلامي المجهز بوسائل عصرية وبشبكة إنترنت ذات التدفق العالي. إدارة المركب أعطت واجهة جديدة لمدخل الرسميين والإعلاميين، وزادت من توسعة حظيرة السيارات. اختيار مدينة عنابة كقطب رياضي سياحي سيفتح المجال أمام الزوار لاكتشاف هذه المدينة التي تزخر بمعالم سياحية وتاريخية، فضلا عن التحف الرياضية التي ستكون قبلة لمختلف المنافسات الدولية. كما يوجد ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة في أبها حلة تحسبا لاحتضان مباريات المجموعة الرابعة. نتعرف على وضعية الملعب في التقرير لوليد خريبية. عاصمة الشرق الجزائري مدينة الجسور المعلقة قسنطينة جاهزة لاحتضان منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان في طبعتها السابعة من خلال ملعب الشهيد حملاوي الذي سيكون مسرحا ل6 مباريات، 5 منها لحساب المجموعة الثالثة وواحدة في ربع النهائي. الملعب وفي إطار التحضيرات للشان خضع لعمليات إعادة تهيئة واسعة تمت فيها مراعاة المعايير الدولية التي يشترطها الاتحادان الإفريقي والدولي على حد سواء، من إعادة تهيئة الأرضية وتجديد البساط الأخضر إلى تجديد الكراسي، أين تم وضع كراس غير قابلة للكسر. كما تم وضع أرضيات خاصة بالكاميرات وإعادة تهيئة غرف تغيير الملابس والرواق المؤدي إليها، بالإضافة إلى تدعيم إنارة الملعب من خلال إضافة مصابيح جديدة تسمح بتوفير تقنية إضاءة عالية وذات نوعية جيدة سواء بالنسبة للاعبين، الجمهور وكذا النقل التلفزيوني. من ناحية ثانية قامت إدارة الملعب بربطه بالإنترنت بسرعة عالية التدفق، ما يسمح للجماهير وممثلي وسائل الإعلام بالولوج إلى الشبكة العنكبوتية بكل أريحية. ملعب الشهيد حملاوي أحد المعالم التي احتضنت العديد من المواعيد الكروية الجزائرية، لعل من أبرزها أول تأهل للمنتخب الوطني إلى كأس العالم، بات جاهزا لاستقبال ضيوف الجزائر واحتضان العرس القاري.
نحاول نسيروا عندنا ظروف الله ما كاينش. في الأخبار المحلية الآن، عقدت أمس أشغال والجمعية العامة العادية الاستثنائية لنادي شبيبة القبائل بمقر النادي بيتي زيوسو بعد بلوغ النصاب القانوني بحضور أغلبية المساهمين. وتأتي الجمعية الاستثنائية التي أعقبت الجمعية العامة المنعقدة من أجل تسوية الأمور الإدارية والمالية للفريق. والآن مشاهدينا نتابع التصريحات التي عقبت أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشبيبة القبائل، وتحدث فيها رئيس النادي يريشان عن المالك الجديد للنادي موبيليس. موبيليس اوفيسيالمون ان شاء الله راهو مع لا جياسكا. بعض الانصار راهم يتسائلوا ويقولوا ويقول لك مازال كذا. يا دي ديمارش ا سويفر دوك aujourd'hui du côté de la GSK, alhamdoulilah, le PV a été signé. Donc d'ici grand maximum jeudi matin, il y a ATM Mobilis. De leur côté, كاين ثاني إجراءات اللي لازم يتخذوها. le conseil d'administration تاعهم pour approuver هاد la décision هادية. chose est sûre باش نطمئن أنصار شبيبة القبائل باللي هاد كومون ديراج هاد لا بيريود هادية ما تطلبش بزاف الوقت. جي دي غارونتي من عند لو بي دي جي دو موبيليس لوي مام اللي طمئني باللي المده ان شاء الله ما تجاوزش 15 20 يوم، ويكون تكون شركه اتيام موبيليس هو المالك الرسمي لشبيبه القبائل ب 80%. كما تحدث أيضا يزيد يريشان رئيس النادي عن الوضعية الحالية لشبيبة القبائل. وقلت باللي شبيبة القبائل ونقولها ونعاودها باللي ماهيش راح تريح في الأزمة هذه. شبيبة القبائل في بداية الموسم أنا شغل ارتكبت بالك أخطاء، لكن دوك فقط الأخطاء اللي ارتكبتهم أن فريق ما يكونش بلاعبين تاع أسماوات، فريق لازم تكون عندك مجموعة. احنا بالك فقدنا المجموعه في بدايه الموسم. واش نقدر نقول لكم، انا درت اللي عليا، باذن الله في مرحله هذا الميركاتو هدايا رايحين نديروا استقدامات ماشي مدروسه مليح. دونك راح نستقدموا لاعبين اللي باذن الله راهم رايحين يمدونا الاضافه، وان شاء الله نعقبوا بمرحله العوده، ننساو الكوشمار هذا اللي عقبناه، وان شاء الله يولوا لي سيبورتور فرحانين، وان شاء الله ولما لا بقات الشامبيونز ليغا جوي اللي نقدروا نديروها اوبجيكتيف ونروحوا فيها شغل للابعد. وكاينه ثاني ان كوب دالجيري اللي رايحين نديروها ثاني اوبجيكتيف، ولما لا الفوز على الاقل لاقب من هذه الالقاب هذوما. دائما مع أخبار المحلية. وفي أخبار الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، تحسبا لمباريات المتأخرة عن الجولة الثامنة، تلعب غدا مباراة بين متصدر الترتيب شباب الوزداد وأمل الأربعاء بملعب هذا الأخير. نتابع مع إسماعيل ميوتي. ضمان اللقب الشتوي وتصدر الترتيب العام أمر يحفز شباب الوزداد لرفع سقف الطموح من أجل الاستمرار في قيادة قاطرة الرابطة المحترفة في بقية مشوار البطولة. هدف يسعى أبناء العقيبة لتجسيده والابتعاد أكثر عن الوصيف شباب قسنطينة عندما ينزل ضيفا على أمل الأربعاء بملعب إسماعيل مخلوف، والهدف العودة بكامل الزاد وتعميق الفارق إلى 8 نقاط في حالة الانتصار. الشباب وبعد الإطاحة بشبيبة القبائل في عقر دارها
عاد إلى التحضيرات بتعداد مكتمل وبمعنويات جد مرتفعة، حيث خصص الطاقم الفني مرانا خاصا للعناصر الأساسية والتركيز على جانب الاسترجاع، لتندمج المجموعة بعد ذلك في برنامج تدريبي خصصه المدرب نبيل الكوكي للجانب الفني من أجل إعداد خطة تكتيكية يمكن بها تحقيق المطلوب أمام أمل الأربعاء الذي لن يكون لقمة سهلة بملعبه وأمام جمهوره، ما يمنحه الأفضلية على الورق للفوز وإبقاء النقاط الثلاث بملعبه، خاصة وأنه يجيد تفاوض هذا الموسم أمام أقوى الأندية ويملك الحافز لتحسين مكانته في الترتيب العام، كونه يحتل المركز العاشر ب19 نقطة، والفوز سيجعله يرتقي إلى المركز السابع. توابل من شأنها أن تجعل الأمل ندا عنيدا، وهو الذي لا يريد تفويت فرصة اللحاق بمقدمة الترتيب، باعتباره يملك في رزنامته مباراة متأخرة أخرى أمام اتحاد العاصمة، الفوز فيها يصعد به إلى المركز الثالث أو الرابع. معطيات وأرقام تسبق اللقاء الذي من دون شك سيكون ساخنا والفرجة مضمونة فيه، والفوز سيناله الأكثر تركيزا وحضورا. مباراة أخرى متأخرة عن الجولة العاشرة ستجمع اتحاد بسكرة مع اتحاد العاصمة، حيث يتنقل النادي العاصمي لبسكرة لمواجهة النادي المحلي. نتابع المزيد من التفاصيل مع طارق بوفلح. بطاقم فني جديد سيدخل اتحاد العاصمة مباراته أمام اتحاد بسكرة في تنقله إلى ملعب العالية. عبد الحق بن شيخة العائد للبطولة الوطنية بعد غياب طويل عنها خاض مع فريقه الجديد حصتين تدريبيتين حاول فيهما العمل على الجانب النفسي، حينما أكد أن فريقه يملك كل المقومات للعب على الأدوار الأولى، ومحطة بسكرة بالنسبة له وللفريق فرصة لخطف نقاط ثمينة ومحاولة إنهاء مباراتيه المتأخرتين بأفضل نتيجة وب6 نقاط تجعله يرتقي في الترتيب العام والتمركز مع ثلاثي المقدمة، خاصة وأن اللاعبين خرجوا من سلسلة النتائج السلبية التي امتدت ل5 مباريات بعد فوزهم الأخير على الوصيف شباب قسنطينة. الفوز بمباراة بسكرة وبعدها أمل الأربعاء يعني لفريق الاتحاد إنهاء المرحلة الأولى بقوة والاستعداد للشطر الثاني بأقل ضغط. المستضيف أبناء الزبان مباراتهم الأخيرة خرجتهم فيها لم تكن موفقة بعدما انهزموا أمام منافسهم مولودية وهران بهدف دون رد، تعثر لم يرضي اللاعبين والأنصار على حد سواء، وهم الذين استبشروا خيرا بعد التعادل أمام الرائد شباب الوزداد. وضعية دفعت بالمدرب محمد بوطاجين إلى إعادة الحسابات والعمل من جديد على الاسترجاع وتعويض الغيابات. هو سجال كروي منتظر بين فريقين يسعيان لإنهاء مرحلة الذهاب بأفضل سيناريو لفتح صفحة جديدة فيما تبقى من البطولة وتفادي إهدار نقاط أخرى تؤثر على أهدافهما، ولو أن أرضية ميدان ملعب العالية لن تساعد كليهما في لعب مباراة جميلة. والآن بعيدا عن كرة القدم وفي كرة اليد تلعب في هذه الأثناء مباريات الدور النصف النهائي منافسة كأس الجزائر رجال وسيدات بقاعة شلغوم العيد وفاق عين توتا. واجه شبيبة تسكيكدا وانتهت لصالح الوفاق بفارق نقطة واحدة ب26 مقابل 25 لشبيبة. مباراة ثانية يتواجه فيها فريق شبيبة الثورة ومولودية الجزائر بقاعة حمو بوتليليس بوهران. نتابع مشاهدينا الآن نشاهد تفوق مولودية الجزائر مباشرة على القناة السادسة الشبابية. Donc très bien qu'il soit là et c'est grâce donc à quelqu'un qui aide le football qui a lancé. المباراة هي النصف النهائية الثانية تشير إلى تفوق مولودية الجزائر ب29 نقطة لقاء 22.
إذن سنة 2022 كانت مليئة بالأحداث الرياضية التي تفننت الجزائر في احتضانها، مبرهنة مرة أخرى أنها عنوان للتحدي والتميز مهما كانت قيمة الأحداث وأهميتها. وليد فرحاني. سنة 2022 لم تكن سنة عادية على الرياضة الجزائرية التي عادت إلى الواجهة القارية والدولية. الجزائر كانت قبلة لمختلف الرياضات الدولية تتقدمها الألعاب المتوسطية، حدث تفننت الجزائر في تنظيمه وجمعت شمل الرياضة المتوسطية وبرهنت للعالم أنها قادرة على صنع الفارق وخلق التميز مهما كانت قيمة الحدث وأهمية الرهان. على مستوى المنافسة أنهت الجزائر البطولة في الصف الرابع كأحسن حصيلة لها في التاريخ بحصاد قوامه 53 ميدالية، 21 ذهبية، 17 فضية و16 برونزية. نجاح الألعاب المتوسطية في الجزائر انعكس بالإيجاب على الرياضة الجزائرية من جهة ومن جوانب التنظيم من جهة أخرى، وواصلت تألقها عندما احتضنت البطولة العربية بوهران. الباهية كانت اسما على مسمى وأبهرت الضيوف أداء ونتيجة بعيدا عن الجانب التنظيمي الذي لا جدال فيه. المنافسة اشتدت إلى غاية اليوم الأخير وجاءت الجزائر في وصافة الترتيب ب42 ميدالية تفاصيلها 13 ذهبية، 18 فضية و11 برونزية خلف المنتخب المصري. مسلسل التألق لم يتوقف واستمرت حلقات نجاحه بتنظيم بطولة العرب للسباحة. أروقة حوض المركب الأولمبي من الهدف تزينت بالمشاركين العرب الذين احتضنتهم الجزائر وجاءوا من مختلف البلدان. المنافسة شهدت سيطرة جزائرية مصرية وحصدت 14 ميدالية ذهبية، 18 فضية و13 برونزية، وجاءت في المركز الثاني خلف المنتخب المصري الشقيق. الأحداث تواصلت ومهما كانت قوتها وأهميتها كانت الجزائر حاضرة على المستوى العالمي هذه المرة عندما احتضنت بطولة الفيتنام بحضور مشاركين عالميين حلوا ضيوفا على الجزائر فزادوا من جمالية وحماس البطولة التي اكتشفها الجمهور الجزائري العريض. المنتخب الوطني حل في المركز الثالث ب23 ميدالية كاملة منها 9 ذهبيات. المشاركون أعجبوا بالمنافسة ومستوى التنظيم الذي كان موفقا إلى أبعد الحدود. الجزائر نجحت أيضا في تنظيم بطولة كأس العرب لكرة القدم بملعبي سيغ ومستغانم، ورحبت بمختلف المنتخبات العربية، بطولة وفقت الجزائر في تنظيمها والظفر بلقبها أيضا بعد أن توج أشبال رزق رمان باللقب عقب فوزهم على نظيرهم المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف في كل شبكة. تتويج رائع وتنظيم محكم بشهادة المشاركين. هي سنة رياضية تاريخية بامتياز لبلد لا يعرف راية الاستسلام، بل على بياضها يكتب أرقى وأروع عبارات النجاح والتحدي. في الأخبار الدولية وفي البطولات العربية وتحديدا في الدوري السعودي، أفلت النصر من خسارة وشيكة أمام ضيفه الهلال حامل اللقب، وتعادل معه بصعوبة بهدفين في كل شبكة في الجولة العاشرة من الدوري السعودي. وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة العاشرة عبر النيجيري إيغالو في مطلع الشوط الثاني. أدرك النصر التعادل بواسطة البرازيلي تاليسكا قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني عبر ركلة جزاء. إذن أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني عبر ركلة جزاء.
نعم، هذه اللقطة التي جاءت عبر ركلة الجزاء في الدقيقة 65. وقبل النهاية بدقيقتين أدرك عبد الرحمن غريب التعادل. بهذا التعادل حافظ على صدارته في الدوري رافعا رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة عن الشباب الوصيف الذي يملك مباراة مؤجلة. يعتبر النصر الأكثر فريقا تحقيقا للانتصارات في الدوري ب7 انتصارات متساوية مع الشباب مقابل خسارة وتعادلين. دوليا دائما عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ويست هام ب3 أهداف لهدف. وبعد نهاية اللقاء عبر مدرب أرسنال ميكائيل أرتيتا عن سعادته بهذا الانتصار الجديد لفريقه. أنا سعيد جدا بأداء اللاعبين أولا وبالنتيجة المحققة أيضا. لقد استغل ويست هام المساحة التي تركناها في الخلف وحصل على ركلة جزاء. رغم ذلك فريقي أظهر شخصية قوية ورغبة حقيقية في العودة في النتيجة، والتزموا بالتعليمات وعدنا في النتيجة. اللاعب إيدي فتى واثق من نفسه، وآمل أن الهدف الذي أحرزه يمكن أن يمنحه المزيد من الثقة. أعتقد أن أداؤه كان جيدا، وفوق ذلك سجل هدفا رائعا. وبعد انتصار فريقه على أستون فيلا ب3 لهدف، أعرب يورغن كلوب مدرب ليفربول عن سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه ضمن لقاءات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت مباراة صعبة ضد أستون فيلا، قدمنا فيها أشياء كثيرة، لم نكن متفوقين في كل أطوال اللقاء خاصة مع بداية الشوط الثاني. كان أستون فيلا أفضل بشكل واضح، وكان من الصعب عليهم العودة في النتيجة، لكننا وجدنا الحلول المثلى من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة. كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثالث قبل موعده بكثير، لكن الكثير من الفرص أهدرناها في الشوط الأول. نعلم أن أوناي إمري مدرب استثنائي، ليس لديه ما يفعله في 4 أسابيع. نحن لسنا في أفضل مركز حاليا، هناك فارق بيننا وبين الفرق الأخرى. نعلم أننا بعيدون عن صاحبي المركز الأول والثاني وحتى الثالث. سنرى فيما تبقى لنا من مواجهات لكي نتحدث عن تواجدنا من أجل المنافسة على بطاقة في دوري الأبطال. علينا العمل أكثر، وهذا يعني تحقيق المزيد من الانتصارات. دوليا دائما وإلى مباريات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة ولحساب الجولة 34 من المجموعتين الشرقية والغربية. عزز بروكلين نتس مركزه الثالث بالفوز على الوصيف كليفلاند، بينما تفوق سان أنطونيو سبيرز على يوتا جاز. والتفاصيل في تقرير عمر شمعي. قاد الثنائي كيفن دورانت وكايري إيرفينغ فريقهما بروكلين نتس لإحراز فوز جديد هو التاسع تواليا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA. يطيح نتس بفريق كليفلاند وعلى نتيجة 125 مقابل 117. الثنائي سجل 64 نقطة، 32 نقطة لكل واحد، بالرغم من أن دورانت خرج قبل دقيقتين من نهاية الربع الأخير بالأخطاء الخمسة. المباراة شهدت تنافسا كبيرا بين الفريقين، وتمكن نتس من أخذ الأسبقية طوال أطوار اللقاء، غير أن انتفاضة كافاليرز في اللحظات الأخيرة من اللقاء لم تكن كافية للعودة في المباراة بفضل لاعبه داريوس الذي سجل 46 نقطة، بينها 13 في الربع الرابع، ليتخطى بروكلين كليفلاند في المركز الثالث بترتيب المنطقة الشرقية. من جهته تمكن فريق سبيرس دي سان أنطونيو من الإطاحة بفريق يوتا جاز في مباراة تألق فيها ديفن فازيل بتسجيله ل 24 وزميله جونسون
ب21 نقطة، ليقود سبيرز لتحقيق فوزها على يوتا جاز وعلى نتيجة 126 مقابل 122. فريق سبيرز دخل اللقاء بقوة وتمكن من أخذ الأسبقية في الربعين الأولين ويعمق الفارق إلى 7 نقاط. هذا الفارق زاد في الربع الثالث بعد تألق ديفيد الذي قدم مباراة كبيرة. في الربع الأخير عاد فريق يوتا جاز بقوة، لكن سبيرز عرفوا كيف يحافظوا على الفارق والذي كان 4 نقاط عند صافرة النهاية. بالأنبياء مشاهدينا نختم وإياكم نشرة أخبار الرياضة. شكرا على كرم المتابعة والإصغاء. السلام عليكم.